والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا، والعياذ بالله. حتى لا ننغر ببعض العناوين المقدسة، بعض الاتيكيتات الأخندية. لا ترى العقبة كؤود، عقبة كؤود لا نجتازها بهذه الديكورات وهذه المراسم الظاهرية والشكليات. خلينا ننظر إلى حقائق الأمور. إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا تلعنه كل دابة حتى دواب الأرض الصغار. وما رواه يونس بن عبد الرحمن قال روينا عن الصادقين، هاي في باب 40 من أبواب الأمر والنهي في وسائل الشيعة، قال روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع، تالي باجتماع الحكومة ذاك الأسبوع الماضي يتعبون الناس ويهيئون قانون الأحوال الشخصية حتى يصحح للناس مواريثهم وطلاقهم وزواجهم وتفاصيل حياتهم، وإذا يأتيك الاعتراض من نفس مذهب أهل البدع مو من الوزراء، فلا ينقلون رسالة من المرجعية الفلانية بأنه تقول لا تمشون هذا القانون. هذا أين نحن من هذه الحقائق؟ ليش نخدع أنفسنا؟ تأتيهم رسالة هذا القانون أوقفوه، خلي الناس طلاقها باطل وزواجها باطل وميراثها مشكل وطلايبها. ليش؟ شنو المبرر أمام الله تعالى؟ شو نقول له إذا يسائلنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل عقد شخصية، حسد، غيرة، حقد، حسابات سياسية، صفقات، ما أعرف بماذا يفكر، ما أدري ما هي الدوافع. ولا معقولة واحد تطالب بقانون وتتعب سنتين أو أكثر وتعد وتقدم وصار له سنة معروض عليهم جميعا، أكثر من سنة صار له، وزير العدل وصلها إلى كل مكاتب المرجع. شوفوا إذا بي خلل عمي، شوفوا بي نقص، خاف بي مخالفة للشريعة، صححوا لنا إياه. سنة كاملة ما أجد جواب. الآن قدم وزير العدل فصاحوا هذه دعاية انتخابية، وصار له أكثر من سنة دفعنا لكم. وين الدعاية الانتخابية؟ هاي تبريرات. ولو كانت دعاية انتخابية نفترض تناقشوها هل هو حق أم باطل. شلون نبطل يعني كل شيء من يشتغل حتى لا تكون دعاية انتخابية؟ لو فرضنا هو مو دعاية انتخابية، صار له أكثر من سنتين يشتغلون عليه فقهاء وقانونيين إلى أن أخرجوا هذه الصيغة الموافقة للفقه وللقانون، وصار له أكثر من سنة بين أيديكم ومستوى حتى تقول دعاية انتخابية. شو المبرر أمام الله تعالى يوصلوا الرسالة إليه بأن هذا القانون لا تمشي؟ وشفتوا الخبر ماذا أعلن؟ على أنه يؤجل النظر إليه حتى موافقة المرجعية العليا، وكأنه ينطيك انطباع أنه ما عرض على المرجعية العليا، وصار له أكثر من سنة بين أيديه. شو ليش ما شافوا حتى الساعة؟ وزير مسيحي، وزير البيئة، وزير مسيحي يصوت لصالح القانون، ووزراء الشيعة ينسحبون حتى لا يصوتوا للقانون. وزير المسيحي صوت. هذا البلاء الذي نحن فيه. ايش تحكي؟ قدرتنا على المساكين الناس، نصعد على المنابر ونحكي عنه. أنا كان بناي حقيقة يعني نسوي محاضرة على الموضوع، لكنه يوم السبت أول أمس كان وفود هنا وتحدثت بما فيه الكفاية عنه فاكتفيت بصراحة، ولا كنت ناوي أن أنسب مكان هو معكم لتحدث. وأعتقد اليوم على قناة النعم يمكن شفت الإعلان، يعني الحديث اليوم يعرض الكلمة بإذن الله تعالى، يعني ساعة ب8 فيه تفاصيل أكثر أكيد من هذا مقام. بس المفروض طبعا ما نقعد نسكت، علينا نواصل المطالبة. يعني احنا كان إن شاء الله فضلاء وأساتذة بالحوزة، نواصل المطالبة، نواصل توعية الناس، والساعة ما تشوف ردود فعل يعني معتد بها بأزاء هذا الذي حصل. ما حد يعرف خطورة المسألة، رغم يقول لك انتم معممين، يجوكم الناس تسألكم ايش قد المتورطين الآن؟
محكمة طلقت طلاق غير صحيح وراحت المرأة تزوجت آخر، وهذا زواجها باطل والذرية مشكلة، وكنت ترجع للزوج الأول الصح. هذا ايش قد موجود بالمحاكم. هذا ما يتطلب من عندنا أن نتدخل للتصحيح. زي ما هنا حولنا هاي السعودية الشيعة اللي تصيح مضطهدة والوهابية مضطهدين عندهم محاكم جعفرية. يعني والله يا جماعة هذا شيء بالراس. بالسعودية الوهابية المضطهدين توجد محاكم جعفرية يتحاكمون إليها الشيعة مواريثهم وزواجهم وطلاق. ونحن في العراق الأغلبية الحكومة من عندنا ما نقدر نقدم قانون يأتي منك وبيك يعترض عليه وما يمشيه. ما أعرف أنا يعني علي جاهل ارشدوني، يعني أكو في الجواب لهذه التساؤلات لو لا؟ اللي عنده جواب يرشدني. وأنا ما علقت بصراحة. الحدث كان يوم الثلاثاء الماضي، قلت انتظر للجمعة بصلاة جمعتي خل أشوف لعله يقولون كلمة فيها جواب لتساؤلاتي. لما معقول هيك حدث يمر بلا جواب. ومرت الجمعة وخرجت وسأل إعلام عليه، أنا ما أسمع جمعتي ماذا يقولون، بس شفت يعني الأخبار تنقلها المقاطع وتحدثوا عنها ولا جابوه بالطاري، وكان هذا الشيء لا يستحق أن يذكر. ماذا يتحدثون؟ يجب على الناس أن تشارك في الانتخابات حتى نستمر بتقاسم الصفقات، ولكن تقول يجب على الناس أن تنتخب، دليني إن ننتخب. مو هيك المفروض؟ تقول لي يجب علي أن أنتخب، دليني إن ما ننتخب، وإلا تجي تقول لي يجب عليك وتتركني. إن من الناس راح تنتخب نفس هؤلاء الموجودين. ليش هالمكر والخداع والتضليل للناس؟ يجب عليكم يعني شيء يريد هو يريدك تنتخب نفس هذولا، بس حتى يطلع منها لا يقال أنه لا، بل يدري الناس صايح الغوث من هؤلاء الموجودين ومن فسادهم ومن ابتعادهم، فيجيك بهذا الطريق. يجب عليك أن تنتخب، إذا تم راح تنتخب. هو بيد هؤلاء يا أخو، مقاليد الأمور بيدي، من يقدر اليوم هو غير هؤلاء يرشح، لأن تدري قانون الانتخابات وغيره سد الطريق عليك. أي واحد الآن دخل يسوي له حزب وقائمة وخلي يطب الانتخابات يقدر يحقق شيء؟ لا، يعني صمموا القانون بشكل ما يتيح فرصة لغير هؤلاء المستأثرين بالأمور أن يوصل. هذه هي الصفقات اللي تدار بها الأمور. خلينا واضحين، لا نكون مخادعين ونخدع الناس المساكين. هيهات الدنيا قاضية والله تعالى بالمرصاد. على كل السهل الثاني شرحنا الثالث إذا بقي بس الثالث خلنا ناخذه، كان أخذنا من وقتكم بس حتى. ثالثا إن جعل هذا من الأمر بالمعروف والمنكر إن شاء الله يرضي الله تعالى، هذه غضبة له ليست لأحد.